زهران ممداني، المسلم المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك. مسلم وابن مهاجرين، يوصف بأنه بهجة سياسية متنقلة، ليس فقط مؤيدا لفلسطين بل جعلها في قلب حملته. هدد باعتقال رئيس وزراء إسرائيل من نيويورك، يعرفه الشارع أكثر من الصحافة. سياسيا على تيك توك يتحدث عن الإيجارات وسط مطاعم الشاورما، رفض التمويل من أصحاب المليارات، في حين أن خصومه كانوا مدعومين من لجان الضغط ورجال الأعمال. أصر ممداني على أن تمويل حملته يكون من ناس عاديين. جمع الآلاف من الدولارات عبر التبرعات الصغيرة من المواطنين، وقال: أنا لا أمثل أصحاب الملايين بل من لا يملكون دولارا إضافيا في نهاية الشهر. 33 عاما فقط كانت كفيلة بأن يحفر اسمه في ذاكرة السياسة الأمريكية الحديثة، لا كظاهرة عابرة بل كرمز لتحول عميق يهز قواعد اللعبة من أساسها. زهران ممداني، الشاب المسلم التقدمي الذي لم يأتي من صالات السياسة الفخمة ولا من لوبيات النفوذ، بل من قلب الشارع، من أحياء نيويورك المزدحمة بالهموم، من بين المهاجرين والطبقة العاملة، من واقع تنهكه فواتير الإيجارات ويجهده غلاء المعيشة، ليصبح أحد أقوى المرشحين لقيادة المدينة الأكثر تأثيرا في أمريكا. ولد زهران ممداني في أوغندا لأسرة تنتمي إلى الجذور الهندية، في بيت عرف بالعلم والثقافة والفن. فوالده هو المؤرخ والأكاديمي المعروف الدكتور محمد ممداني، أستاذ التاريخ بجامعة كولومبيا، ووالدته هي المخرجة السينمائية العالمية ميرا ناير. انتقل زهران إلى مدينة نيويورك، وتحديدا إلى حي كوينز، أحد أكثر الأحياء تنوعا عرقيا وثقافيا، حيث عاش بين المهاجرين والعمال وشهد عن قرب معاناتهم اليومية. في هذه البيئة تبلورت رؤيته السياسية وتشكل وعيه الاجتماعي، فاختار الانحياز إلى البسطاء والمهمشين، وأعلن منذ بدايته رفضه الصريح للعنصرية والفاشية والاستغلال الطبقي. قبل أن يقرر خوض معترك الانتخابات، لم يكن اسم زهران ممداني متداولا في أوساط السياسة التقليدية، ولم يحظى بتغطية إعلامية كافية، لكنه أثبت نفسه عبر العمل الحقيقي والنزول الميداني، حيث شغل عضوية الجمعية التشريعية لولاية نيويورك، وهناك ركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة تلك التي تمس الطبقات الفقيرة وسكان الأحياء المهمشة. ومن أبرز محطاته النضالية إضرابه الشهير عن الطعام لمدة 15 يوما أمام مبنى بلدية المدينة في عام 2021، تضامنا مع سائقي سيارات الأجرة الذين غرقتهم الديون، وهي خطوة رمزية أثارت إعجاب الرأي العام، وكرست صورته كسياسي لا يكتفي بالشعارات بل يخاطر من أجل مواقفه. جاءت لحظة الانفجار حين قرر ممداني الترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فواجه شخصية سياسية مخضرمة هي أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك وأحد رموز التيار الوسطي داخل الحزب، والمدعوم من رجال الأعمال ولجان الضغط وجماعات المصالح. ورغم الحملات الإعلامية العنيفة التي استهدفت الدعم المالي المهول الذي حظي به خصمه، استطاع ممداني أن ينتزع النصر ويحقق فوزا كاسحا، متحديا آلة الحزب التقليدية ورافضا الانحناء أمام الخطاب المعلب أو المواقف الرمادية. لم يقدم ممداني برنامجه الانتخابي كحزمة وعود فضفاضة، بل صاغه من واقع الناس وشكله من تجاربهم. رفع شعارا صادقا وملموسا: مدينة يمكننا تحمل تكاليفها، A city we can afford. وانطلق منه ليعرض رؤيته التي تقوم على تجميد الإيجارات وتوفير وسائل نقل عامة مجانية وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، وتمويل كل ذلك عبر زيادة الضرائب على الأثرياء.
إلى جانب هذه القضايا المحلية، أصر ممداني على إعلاء القيم الإنسانية والعدالة الدولية. ففي ذروة الحرب على غزة عام 2024 وصف ما يحدث هناك بأنه إبادة جماعية، وتعهد في حال أصبح عمدة لنيويورك أن يصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة. كانت تلك المواقف كافية لشن هجوم ضده من قبل جماعات ضغط قوية مثل إيباك، إلى أنه واجه ذلك بشجاعة ولم يتراجع أو يجامل. وقد عبر عن موقفه قائلا: هناك ملايين من سكان نيويورك يشعرون بقلق حقيقي تجاه ما يحدث خارج الولايات المتحدة، وأنا أحدهم. لا أتنصل من قيمي أو من التزاماتي تجاه المساواة والإنسانية حتى وإن اختلف معي البعض. وقد وجد فيه الجيل الشاب من الديمقراطيين صوتا يعبر عنهم وعن طموحاتهم في تجديد الخطاب السياسي وتحرير الحزب من قبضة الوسطية الباهتة. أما خصمه أندرو كومو، فرغم خبرته الطويلة ودعمه من قبل شخصيات مثل هيلاري كلينتون، فإنه لم يستطع أن يواكب نبض الشارع، فقد اكتفى بجولات على المعابد والكنائس والنقابات، فيما كان ممداني يتجول بين الناس يستمع إليهم ويتحدث بلغتهم. في عام 2021 قرر ممداني الإضراب عن الطعام لمدة 15 يوما كاملة أمام مقر البلدية، تضامنا مع سائقي سيارات الأجرة الذين غرقوا في الديون. لم يكن له مصلحة مباشرة في ذلك، لكنه أراد إيصال رسالة مفادها أن السياسي الحقيقي يشارك الناس أوجاعهم لا منابرهم فقط. ما ميز ممداني عن غيره من السياسيين لم يكن فقط مواقفه أو برنامجه، بل أيضا طريقته في التعبير عنها، فقد اعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص منصة تيك توك، حيث تابعته أعداد ضخمة من الشباب بفضل مقاطع مصورة قصيرة بأسلوب غير تقليدي، يظهر فيه وهو يسير في شوارع نيويورك، يزور مطاعم الوجبات السريعة، يتحدث إلى المارة، يبتسم ويضحك ويقدم السياسة بوجهها الإنساني. خلافا للساسة التقليديين، لا يرتدي ممداني البدل الرسمية في أغلب ظهوره، بل يظهر على تيك توك وهو يتناول الشاورما من مطعم محلي أو يتحدث مع الباعة في الشارع. في أحد الفيديوهات تحدث عن أزمة النقل العام بينما كان يأكل سندويتش فلافل من مطعم لبناني صغير. هذه البساطة العفوية وتلك البهجة الصادقة جعلت منه سياسيا قريبا من القلوب، محبوبا لدى الشباب، ومختلفا عن السياسيين الذين يرتدون الأقنعة ويختبئون خلف الخطابات الجوفاء. حقق ممداني فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، متفوقا على خصوم أقوياء أبرزهم أندرو كومو الحاكم السابق للولاية. وبهذا الفوز أصبح ممداني مرشح الحزب الديمقراطي الرسمي لانتخابات نوفمبر العامة التي ستحدد من سيكون العمدة المقبل للمدينة، ليصبح ممداني أول مسلم تقدمي يساري يتقلد منصب عمدة نيويورك، وهو أمر يحمل دلالات عميقة على المستوى المحلي والوطني بل والدولي أيضا. في خطابه بعد الفوز استعاد ممداني كلمات نيلسون مانديلا الشهيرة: يبدو الأمر مستحيلا دائما حتى يتحقق. ثم أضاف بصوته الهادئ وحضوره الواثق: سأستخدم سلطتي لمواجهة فاشية دونالد ترامب، وسأمنع عملاء إدارة الهجرة من ترحيل جيراننا، وسنحكم هذه المدينة بقيم الحزب الديمقراطي الحقيقية. زهران ممداني لم يعد مجرد اسما في نشرة أخبار ولا مرشحا طارئا في حملة انتخابية، إنه اليوم تجسيد فعلي لتحول سياسي عميق داخل الحزب الديمقراطي وداخل الشارع الأمريكي. هو صوت القواعد الشعبية وجيل المهاجرين والشباب الغاضب من الفساد والعنصرية واللامساواة. إنه سياسي لا يخشى المجاهرة بالحقيقة ولا يراوغ حين يتعلق الأمر بالعدالة، لذلك فإن ما حققه حتى الآن يعد انتصارا للناس حتى وإن لم يتوج رسميا بمنصب العمدة. لقد أعاد الثقة في السياسة وأثبت أن وجوه التغيير الحقيقية ليست تلك التي تصنعها مؤسسات الإعلام، بل التي تصنعها إرادة الناس. زهران ممداني هو باختصار وجه الجيل الجديد وصوت مدينة تتنفس التنوع وتحلم بالعدالة.